كان محمد راسم قد امتلك المهارة اليدوية والحس المرهف في التزيين عندما التقى بنصر الدين ديني سنة 1915. ولشدة إعجابه بصناعة محمد راسم عهد إليه بتزيين كتاب عن حياة الرسول، وسمح ذلك المبلغ من المال لمحمد راسم أن يسافر إلى باريس، حيث رحب به بلوشي قيم المكتبة الوطنية أشد الترحيب. لقد اقتصر اهتمام محمد راسم في تلك الفترة على المنمنمات والزخارف، وقد عهد إليه بتزيين بعض الكتب مثل الإسلام تحت الرماد لأنري هاين سنة 1917، وبربروس، وبستان سعدي خضرة للفنان ديني. تلك المهارة اليدوية وذلك الصبر الذي يليق برسام من العصر الذهبي سمح له بالحصول على منحة سنة 1921، فأقام في إسبانيا بعض الوقت. وفي سنة 1923 حصل على منحة جيل سيفري، وفي سنة 1924 منح له وسام المستشرقين في باريس، وكان هذا اعترافا رسميا بقيمته الفنية. إن منمنمة راسم شيء مدهش. واتباع الواقعية البحتة لم يمنعه من التصرف وإدخال طرق فنية جديدة. هلال رمضان يرسل نوره الهادئ على خليج الجزائر، ويحلو للناس السمر في لياليه المقمرة، فإذا أصابوا عشاءهم خرجوا إلى الأسواق يسهرون. إرث فني متوارث عن الثقافة العربية الإسلامية أثارت في زمانها كثيرا من الانتقاد. إن ملحمة خير الدين بربروس أشهر من أن تعرف، فقد أبعد ذلك البحار المناضل الخطر الإسباني المحدق بالجزائر، وقضى على الأطماع الإسبانية في سواحل الشمال الإفريقي. إن مهنة القرصنة لا تخلو من الأخطار. لقد أحال الرسام تلك الدراما صفحة غنية باللون والحركة. إن الإنجاز الرئيسي لمحمد راسم صفحة مزدوجة من المنمنمات تروي تاريخ الإسلام وانتشاره منذ بداية الرسالة حتى زمن السلطان عبد المجيد. لقد اعتمد محمد راسم على وثائق أصلية عديدة حتى أنجز سلسلة من المنمنمات تعتبر آية في الذوق وفي الروعة وإرهاف الحس وإحكام الصنعة. يلزمنا ساعات حتى نتحدث بالتفصيل عن قيمة هذه المؤلفات وعن دقتها، على الرغم من صغر حجمها الذي لا يتجاوز راحة اليد. بفضل محمد راسم عرف هذا الفن نهضة حقيقية. لقد ودعنا راسم، ولا بقاء إلا لله عز وجل.
لكن ماذا بقي من هذا الفن الرفيع الذي كان رمزا لعبقرية الفن الإسلامي؟ وشباب الصاعد الذي يحاول التجديد الدائم، هذا الشباب الذي يحكم على كل الأشياء، ما رأيه في هذا الفن؟ رأيي أنا كطالبة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة هو أن الشباب اليوم له نظرة جديدة في فن التصوير الصغيرة، أكثرها اجتماعية وقريبة جدا من الحقيقة اليومية من التصوير القديم الذي كان يعالج جانب واحد من الحياة وهو جانب الأفراح والرفاهية والغنى. أما الشباب الآن فهو يتجه نحو تصوير جوانب الحياة والمواضيع